تعال اقول لك ايه اللي حصل في مسلسل المداح اسطورة العهد الحلقة ال 12. بتبدأ الحلقة على ست الحسن والملك الاحمر وهو بيقول لها تسمحي لي، انا شايف ان وجوده معانا امان اكتر لينا. وهي ترد عليه لا احنا ما نضمنش مكر جاد، حتى لو هو لسه داخل العالم ده جديد وما عندهوش الخبرة انه يقف قصادنا فده هيساعده كتير. وبيديها العصاية اللي اخدها من المقبرة اللي عينها بتنور احمر، وبتاخدها منه وبتحطها على الارض وبتشاور عليها وبتختفي تحت الارض وبتقول له كده خلصنا منه للابد، وجاد وكل نسله مش هيقدروا يقفوا قصادنا. وبكده نبدا الحلقه ال 12 من اسطوره العهد. وبتبدا حلقتنا على المداح لما وصل لاحمد بن عبد الكريم والملك الاحمر ظهر له وهو بيرفع احمد من على الارض. والمداح بيقول له مشكلتكم انكم مش بتتعلموا من اللي قبلكم، شوف اللي قبلك حصل لهم ايه بسببي. وبيرد عليه يقول له انا الملك الاحمر يا صابر، بس برضه مش هستغربكم، القوه والنعيم عندنا احنا لكن الضعف والخذلان عندكم انتوا، ومع ذلك بتختاروا انكم تروحوا الناحيه التانيه. والمداح يقول له عشان الايمان مش دايما بيتحسب بالعقل، رزق ربنا بيصرفه لعباده، وعشان ثقتنا فيه كبيره قادر ربنا ينصرنا عليكم. ويرد عليه الملك الاحمر ويقول له فعلا، بس انت ما تعرفش نهايتك معايا هتبقى عامله ازاي. والمداح يقول له لا انا عارف نهايتك انت ايه دلوقتي. ويرد عليه يقول له بالتوفيق. ويبدا المداح يقرا قران ويختفي الملك الاحمر ويروح يطمن على احمد ويتاكد انه عايش ويبدا يرقيه واحمد يفوق. وفي مشهد تاني للملك الاحمر بيحضر فحيح وبيقول لها احنا عايزين نقصر المسافات. تقول له اكتر من كده؟ يقول لها احتماليه الغلط عندنا عايزينها تبقى صفر. المداح كده كده راجع دلوقتي او بعد شهر او بعد سنه، المهم انه هيرجع وساعتها لازم احنا نكون جاهزين وفي انتظار اللحظه دي. ترد عليه تقول له انا تحت امرك، اللي انت تؤمر بيه هعمله. ويقول لها وجودك وسط اهله كان متخطط من زمان، من قبل حتى ما نعرف ان صابر عايش. صحيح لحد دلوقتي انت ماشيه تمام في مهمتك، بس مهمتك لسه ما تمتش. تقول له هيحصل كل اللي انت عايزه هيحصل. والمداح بيرجع باحمد لعم عبد الكريم وبياخده بالحضن، وعبد الكريم بيساله ايه اللي حصل له. المداح بيقول له الحمد لله ان الابتلاء جه فيه، وجايز اللي حصل عقاب من ربنا. ويرد عبد الكريم يقول له الذنب ذنبي، ربنا ينتقم مني. والمداح يقول له يا عم ما تدعيش على نفسك وصلح اي حاجه انت عملتها وباذن الله ربنا يشفيه. وفي مشهد تاني بيجمع بين زينة وفريال وادهم قاعدين مع بعض بيتعشوا. ادهم ماسك الموبايل بتاعه وبيشوف فيديو للمداح وهو ماسك العروسه عند القبر، وبيقول لهم ان داخل الاوضه يجيب حاجه منها ويدخل يبص على العروسه بتاعت بنته وبيتاكد انها هي ولا لا. ونورهان بتخرج من اوضتها وهي بتتصل بالحاج صالح وبتعرفه انها لقت حاجه عايزه تقول لصابر عليها، وهو بيقول لها ان صابر في المنيا وبتطلب منه انها عايزه تقابله وتروح له على المنيا. وقال لها تمام استني مني مكالمه عشان يظبط الامور. وفي مشهد تاني لبنى ورحاب مع بعض في المستشفى مع الدكتور عند قارون وبيقول لها احنا هنعمل شويه تحاليل ونطمن بعد كده عليه. وبتطلع مع الدكتور بره ورحاب بتروح على كوبايه ميه وبتقرا عليها طلسم زي ما قريت في كتاب السحر اللي معاها في البيت وتنفخ فيها وتشممها لقارون. وقارون بيفوق وبتدخل عليها الممرضه ورحاب بتتخض وتقع الميه اللي معاها والممرضه بتروح تشيلها. ولبنى بتسالها في ايه مالك انت كويسه؟ قالت لها اه. وبتسال قارون انت كويس؟ يهز لها راسها. وبعدين بتبص لرحاب وبتشاور لها براسها كانها عملت المطلوب منها. وفي مشهد تاني شادي بيروح لحسن الارض، ولما حسن عرف ان مجية شادي هتكسبه دولارات اتخانق مع باسم ابن ستيتا اللي معاه عشان يمشيه وعشان يفهم ايه حوار الدولارات. وشادي قال له ان الفيديو بتاعه هو وابن ستيتا نزله عنده على القناه وجاب لهم ارباح $1000 ونصيبه منهم $500، وبيطلب منه انهم يعملوا فيديوهات كتير عشان الناس تتفرج عليها ويكسبوا اكتر من كده 20 مره. وحسن قال له بس انا شتمته وطردته. قال له بس ما دام فيها دولارات يبقى عمي وعم عيالي. وعماد مع المداح بيقول له بتدور على الراجل اللي بيقولوا عليه الساحر. والمداح بيقول له عشان اذى الناس كلها واهل البلد خايفين منه وهو فرض عليهم انه يخفي حقيقته. وعماد بيقول له ده اسمه السيد. والمداح بيقول له طب اوصل له ازاي؟ هو جوه البيت. وعماد بيحذره وبيقول له خلي بالك يا صابر من اي لعبه ممكن تتلعب عليك جوه. والمداح بيقول مدد يا رب. وفي مشهد بيجمع بين ام حسن وقرين صابر وهو بيسالها عن انها بتحلم بابوه سلام ولا لا، وبيشكرها على انها ما عملتش زي الستات التانيين انها سابتهم وراحت تتجوز. وهي تقول باستغراب اتجوز ايه يا ابني؟ يقول لها اه ما انت حلوه وممكن تتجوزي. فتقول له لا طبعا، جواز ايه؟ هو ابوك يتنسي؟ يقول لها ايه اتكسفتي؟ تقول له انا هقوم اجهز لك الاكل شكلك جعان. وتقوم وعينها تيجي في المرايه وتشوف صابر على شكل فحيح وتتخض، وهو يسالها ايه مش هتعملي لي الاكل؟ انا جعان. تبص له بخوف واستغراب تقول له حاضر يا حبيبي وتخرج. وتك كانت واقفه وشكلها هي اللي ظهرت لها حقيقه القرين. والمداح بيوصل لبيت الساحر وبيسمي الله وبيدخل البيت بالهبه
اللي ربنا كاتبها له. بيفتح باب البيت، واول لما بيدخل الاوضه اللي على اليمين بتتفتح لوحدها، وبيدخل بيلاقي واحده بيرمي عليها السلام وبيقول لها انت مين وبتعملي ايه هنا. اول لما تبص له وبتضحك بيقول لها انا عارفك. وبيدخل عليه الراجل اللي اتقرا عليه الطلاسم قبل كده من الملك الاحمر لو فاكرين، وكان بيظهر على الترابيزه بتاعه الاجتماعات بتاعتهم باسم السيد كامل، وبيقول له اهلا بيك في بيتي يا صابر. وصابر مندهش من اللي بيحصل، والحلقه بتنتهي على كده.